بركلات الترجيح. عبد الله هزازي، عبد الخالق وموسى، عبد الخالق وموسى، يسجل عبد الخالق ويتقدم المنتخب اليمني 3-2. عبد الخالق وضعها أيضا في الزاوية الأخرى بالرغم من تألق الكبير موسى العيد في المباراة، لكن ركلات الترجيح حتى الآن تؤول وتذهب لصالح المنتخب اليمني. وضعها في خامسة للمنتخب السعودي. عبد العزيز الفواز، الخامسة الفواز. الحكم ماذا قال؟ الحكم قال اليمن بطلا لبطولة غرب آسيا للمرة الثانية في تاريخ